في الوقت اللي مصرنا الحبيبة بتمر بأزمة اقتصادية طاحنة، والشعب المصري بيعاني بسبب ارتفاع الأسعار ونقص وجود الدولار وارتفاع سعر الدولار، رامز جلال بيصرف ملايين الدولارات من أجل الحصول على الترند والسخرية على ضحاياه. رامز جلال اللي اعتاد انه يستضيف كل النجوم اللي عليهم كلام والنجوم اللي هتكون ترند في رمضان عشان يبقى نجم نجوم مقالب الوطن العربي. رامز جلال السنة دي بيستضيف نجم عالمي كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد ونجم مانشستر يونايتد، وقائد وكابتن المنتخب البرتغالي وقائد وكابتن نادي النصر السعودي حاليا. ومش مهم هندفع كام، المهم هنشاهدنا كام. رامز جلال بيستضيف احمد عبد القادر اللي كان عليه 100 علامة استفهام بعد انتهاء الموسم الماضي، اللي جمهور النادي الاهلي كان بيهاجمه بشدة، وكان في بوست كده عمله احمد عبد القادر بينتقد في جماهير النادي الاهلي بسبب تصريحاتهم ضده وبسبب هجومهم ضده. فكان من الطبيعي ان رامز جلال يستضيف احمد عبد القادر، لكن اللي مش طبيعي اللي عمله رامز جلال في احمد عبد القادر من تنمر وسخرية ويعني انحطاط اخلاقي عمله النهارده رامز جلال مع نجم محبوب زي احمد عبد القادر. التنمر على شكله وعلى لبسه وعلى طريقته وعلى اسلوبه، وحتى التنمر على مشيته، وده الشيء اللي بيرفضه كافة الشعب المصري سواء كانوا أهلاوية أو زملكاوية. والنهاردة هنعرض مع حضراتكم أجور بعض ضحايا رامز جلال، ده غير كمان هل المقالب اللي بيعملها رامز جلال بتكون مقالب فيك ولا مقالب حقيقية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي وأخواتي ومتابعين ومشاهدين أفراد أسرة أفندينا ترند في كل مكان، أهلا وسهلا بكم ووحشتوني. رمضان كريم عليكم وعلى الأسرة الكريمة، ويا رب دايما تكونوا في خير وفي صحة وفي سعادة. وكالعادة لا يحلى الكلام إلا بذكر خير الأنام حبيبنا وشفيعنا رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام. هنخش في موضوعنا وهنخش في حكايتنا وهنقول لك الحكاية والرواية. أصل الحدوتة فيها أحمد عبد القادر، النجم المحبوب بالنسبة لكل جماهير النادي الأهلي، النجم اللي الناس شايفاه خليفة محمد أبو تريكة لما يملكه من مهارات عالية، وإن الراجل حريف كورة زي ما بيقولوا، ابن لعيبة. فرامز جلال لازم يستغل الموقف ويستغل الترند اللي حصل في وقت من الأوقات اللي كان فيه هجوم قاسي من جمهور النادي الأهلي على أحمد عبد القادر بسبب أنانيته واحتفاظه كتير بالكورة. لكن احمد عبد القادر لما رد على جمهور الاهلي ده اللي خلى الموضوع وسع قوي والموضوع يكبر نوعا ما، لما قال انه ضد انتقاد بعض جماهير النادي الاهلي اللي بيشتموه بوالدته، وده اللي خلى رامز جلال يخلي احمد عبد القادر في دماغه عشان يستضيفه السنة دي. وبالفعل قدر رامز جلال انه يستضيف احمد عبد القادر، لكن الشيء الملفت للنظر ان احمد عبد القادر شخص محترم ملوش في المشاكل وملوش حتى في الخناقات، وبيتعامل بطبيعته وبيتعامل بمصداقية. لكن رامز جلال اعتاد على السخرية والتنمر من كل ضحاياه، وكان النهاردة الحلقة مقززة للغاية، حيث أن رامز جلال تنمر وسخر بالعربي كده، مرمط النجم أحمد عبد القادر. بدأ يقول له انت لابس شوال، وايه اللبس اللي انت لابسه، وانت لابس واسع ليه يا ابني، وانت عامل زي الصنايعية، وشوية انت كمساري، وشوية انت مش عارف ايه، وانت جاي منين ورايح فين، وانت ماشي ورا البت كده ليه، هو حد قالك اللي انت رايح تمضي للاهلي على بياض؟ حاجة مقززة للغاية واسلوب مستفز لكل الشعب المصري وخصوصا لجماهير النادي الاهلي اللي حصل مع نجمهم المحبوب احمد
عبد القادر. وهنا السؤال اللي بنسأله لرامز جلال: ايه وجه الاستفادة اللي بتعم على الشعب المصري من اللي انت بتعمله؟ يعني انا كمواطن مصري هستفاد ايه لما تجيب بني ادم تسخر منه ومن شكله وتقول له ايه الودان دي، انت بودان وانت وانت وانت؟ ايه وجه القيمة اللي بتقدمها من خلال برنامجك طول الفترة الأخيرة غير السب والقصف والشتيمة؟ وفي كل مرة بتطلع تعتذر لنجومك والضحاياك اللي انت بتستضيفهم، وأخيرا النهاردة بتعتذر لأحمد عبد القادر وبتوجه رسالة لكل جماهير النادي الأهلي: يا أهلاوية ما تقلقوش، أحمد عبد القادر في عينينا. احنا كنا محتاجين فعلا ان انت تبرز قيمة أحمد عبد القادر، مبقلب يكون ظريف ويكون خفيف ويكون شيك، لكن مش بالسخرية خالص من أحمد عبد القادر ولا على شكله، لأن الشكل ده ملك اللي خلقه. وأنا حابب أسألك سؤال يا أستاذ رامز: أتعيب الخلق أم الخالق؟ اللي أنت بتعمله ده بتعيب مين؟ بتعيب الخلق أم بتعيب الخالق؟ وحسبي الله ونعم الوكيل في كل اللي يسخر من لون أو شكل إنسان. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طب رامز جلال بيعمل كده ليه؟ رامز جلال اعتاد انه يبقى رقم واحد في المقالب، ولازم المجلات والصحف وحتى برامج التوك شو تتكلم عن رامز جلال اللي كل مرة بيعمل مقلب اشد من المقلب اللي قبله. لكن من وجهة نظرنا المتواضعة ان بعض المقالب دي بتكون مفبركة وما بتكونش حقيقية. جزء منها بيكون حقيقي والضيف ما بيكونش على دراية تامة باللي هيحصل له، هو بيبقى عارف ان هيحصل فيه مقلب، لكن بفظاعة المقلب وبالطريقة اللي رامز بيعملها الضيف ما بيبقاش عارف تماما. لكن في بعض الحلقات الضيوف بتبقى عارفة معرفة تامة بكل اللي هيحصل في المقلب. سكريبت مكتوب بيتقدم للضيف عشان تكون تمثيلية هابطة بتظهر على الشاشة، وثلاث ارباع المشاهدين بيبقوا عارفين ان الموضوع فيك. واكبر دليل على اللي هنقوله النهاردة ان احمد عبد القادر النهاردة بعد المقلب ما خلص رامز جلال ما سألوش السؤال الشهير اللي سأله لكل ضيوفه في رمضان 2023، وهو السؤال: انت عارف ان ده مقلب ولا ما كنتش عارف؟ وكان طبعا الإجابة من الجميع وبعد القسم والحلفانات إن هم ما يعرفوش. لكن أحمد عبد القادر النهاردة اكتشف وهو في الغسالة إن ده مقلب وإن ده رامز جلال، وده اللي خلى رامز جلال ما يسألوش السؤال المعتاد، وعدى الموضوع وبدأ يكلموا عن كولر وموسيماني في محاولة منه إن يزج باللاعب في مشكلة أخرى مع النادي الأهلي. وهنا السؤال التاني اللي بنسأله لرامز جلال: لما الموضوع فيكم مجرد تمثيلية هابطة بتقدموها لنا، ليه بتدفعوا كل الملايين الدولارات دي؟ ليه يكون أجور الفنانين وصلت ل200,000 دولار في الوقت اللي فيه سعر الدولار 30 جنيه مصري؟ ليه بيوصل للأرقام والمبالغ دي عشان خاطر تطلع تسخر منهم وتقل من قيمتهم؟ نصيحة لوجه الله يا رامز: كمل زي ما انت عايز، ده حريتك الشخصية، لكن اتقي الله في خلق الله ولا تسخر ولا تتنمر، لأن ربنا قال: ولا يسخر قوم من قوم. يعني بالعربي كده اعمل المقلب اللي انت عايزه، واحنا عارفين ان هو تمثيلية، وانت ليك معجبينك اللي بيحبوا يشاهدوك وبيعتبروه زيه زي اي كرتون، زي بكار، زي النينجا، زي مازنجر ايام زمان، واحنا بنقعد نسمعك يعني ساعة فطار والموقف بيعدي والدنيا بتفوت. لكن بلاش الالفاظ الخارجة والاساءات والايحاءات اللي انت بتعملها، وخصوصا كمان لما بيكون في فنانات او سيدات موجودة معاك في مقلب زي اللي حضرتك بتعمله في قلب الغسالة، وبتطلع الفنانة وهي يعني في وضع مش كويس، في صورة ما ينفعش الست المصرية تبان فيها ولا ينفع الست العربية تظهر بهذا المظهر. فاتقي الله في اللي بتعمله، وحسبي الله ونعم الوكيل في اللي يوافق على إهانة
المرأة المصرية أو السخرية والتنمر من خلق الله. لحد هنا بتنتهي حلقتنا، ويا رب تكون الحلقة نالت إعجابكم، ويا رب نكون عند حسن ظن سيادتكم. وفضلا منكم وليس أمرا، اللي ما عملش اللايك ادعم أخوك باللايك، واللي لسه ما اشتركش في القناة فضلا منك وليس أمرا اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يصلك كل جديد، وتكون واحد من أفراد أسرة أفندينا ترند.